هلا والله يا عيال، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. وياكم علي البدر من قناة ايباد عراقي. اليوم جايب لكم برنامج ريكورد ماي سكرين اللي هو تصوير شاشة الايباد او الايفون. لازم هذا تحصل عليه البرنامج، لازم يكون عندك تطبيق السيديا، برنامج السيديا. انا علمتكم بالفيديو السابق كيف تنزيل برنامج السيديا. اللي ما عنده سيديا يدخل على قصدي الفيديو السابق، عفوا. ندخل على سيديا. بسم الله، جاري التحميل. أول ما تفتح سيديا يا حبيبي إن شاء الله بفيدكم بهذا الفيديو. هو محضر. أنا دوس على البحث، فوق في البحث تكتب ريك، أكتبها من جديد REC. هذا هو ريكورد ماي سكرين، هذا هو البرنامج يا حبيبي. هذا هو البرنامج. كل ما أنا عندي منزل برنامج يطلع لي تعديل، أنت لازم يطلع لك تثبيت فوق على اليمين، تكمل تثبيته يا حبيبي وتطلع. البرنامج راح تسألني يا علي البدر وين هو البرنامج؟ لم أشوف لا أيكون. هذا البرنامج يا حبيبي يعتبر مكمل للآيباد أو الآيفون. تدخل تلاقي البرنامج بالإعدادات بالأخير. هذا هو البرنامج يا حبيبي. عندك ضبط البرنامج، تدخل على أول وحدة اللي هو يطلب كيف منك أن أنت تصور. هو يذني يعني طلبات، يعني أنا شفت أسهل شيء وأسرع شيء هي هذه اللونج هولد. هذه شنو الزر هذا؟ لما نطلع هذه لازم هذا الزر تضغط عليه مرتين. كيف تصور بهذا الاختيار؟ أفضل ضاغط عليه مرة واحدة، ضاغط عليه مرة واحدة لحد ما يطلع لك يقول لك سجل أو تلغى. هذا هو سجلت. تريد تلغي تكمل الفيديو مالك، أهم ترجع ضغطة واحدة عليه وتلغي البرنامج التصوير. ما أعرف بيه يعني. عندك هذا اللي أنا اختيار الثاني، هذا الفيديوهات اللي انت مصورهن، كيف تخرجهن، كيف هذه الأمور. هذا هون عندك. بعد هنا السايز، الحجم والوضوح خلي على الأول. عندك هذه هنا هم خلي على الاختيار الأول. هذا هنا ريكورد أوديو، لازم في صوت أو لا. إذا تحب تعمل في صوت مثل ما أنا أتكلم تخلي هذا مفتوح. هذا هو البرنامج يا حبيبي. إذا سألتني عن البدر وين ألقي الفيديو مالتي، هنا يا حبيبي مثل ما قلت لك. لا عفوا هذا هو الاختيار. هذه فيديوهاتك، لأن ما راح تلقى أي أيقون للبرنامج هنا برا. كان معكم علي البدر من قناة ايباد.